مساء الخير. ازيكم؟ انا نرمين محي الدين، والنهارده حلقه جديده من قعده صحاب. هنتكلم النهارده عن الخيانه. الخيانه اكيد بتوجع واكيد بتتعب، سواء كانت من راجل لست او من ست لراجل. اظن من ست الراجل في مجتمعاتنا الشرقيه مش منتشره قوي، مش هنشوفها كتير، بس هي ممكن تكون اليومين دول يعني موجوده. بس اكيد مش بنفس النسبة من الرجالة للستات. برضو والله مش تحيز ولا تحامل على الراجل، بس بحكم المجتمع الشرقي اللي بيدي كل الحقوق للرجالة، اللي يقدروا يتجوزوا بدل الواحدة 4، ويقدروا يكونوا مع كل واحدة شوية، ويقدروا يعملوا اللي هم عايزينه، يعني بحكم الأعراف والتقاليد والعادات بتاعت مجتمعاتنا الشرقية. فده أظن إن هو بيدي كتير من الحق للرجال عندنا في مجتمعاتنا الشرقية، إن هو يعرف بدل الواحدة 2 و3، مع اختلاف أشكال الخيانة ودرجاتها ونسبتها. يعني في رجالة بتكتفي إن هي تكلم واحدة في التليفون، بتحب لمة البنات حواليها. في رجالة الموضوع بيزيد معاهم للعلاقات المتعددة، مع طبعا تزايد بقى النسبة والقرب، يعني لحد بقى ما ربنا يكرمه كده ويتوب، ده انتاب يعني. الفكرة ان الخيانة دي لما بتوصل بالراجل، او بتوصل ان الراجل بيخون في وقت معين، اللي هو خيانة زوجية، اللي هي في وقت الجواز، الموضوع بيكون اصعب من اي وقت تاني، لانه بيحط الست في اختيارات صعبة جدا. بيحط الست في اختيار ان هي هتهدم البيت، لان اغلب الستات ان ما كانش كلهم، مفيش ست بتحب يكون ليها شريك في الراجل بتاعها. يعني انا كست اكيد اخترت راجل علشان اكون انا البارتنر بتاعته الوحيدة. اكيد انا مش هتبسط ولا احب ان يكون ليه شريكة تانية غيري، اكيد يعني، واكيد ما اتفقناش على كده. وخصوصا لما اكون انا يعني في وجهة نظري جايباله الولاد ومكفية بيتي وعامله له كل حاجة، وقايدة صوابعي ال10 شمع عشان خاطره. فلما اكون انا عامله كل ده، ويكون هو مقضيها بقى باي شكل من الاشكال وباي درجه من الدرجات، فاكيد هو بيجبرني بشكل من الاشكال ان انا اهد البيت. انا كست يعني مش مخليه في جهدي جهد ان هو يتبسط ويعيش حياه سويه واربي ولادي، ولو كنت بشتغل او اكيد كل واحده فينا بتخلي بالها من بيتها وجوزها زي ما اهلها وصوها، وزي ما اتقال لها من وهي صغيره قد كده ان الست ملهاش غير بيتها وجوزها. لكن للاسف الرجاله في منهم كتير ما يعرفوش الموضوع ده، وفي منهم كتير بيستحلوا او بيفتكروا ان الستات دول يعني علاقات كده، اللي هو انا عملت حاجه وانا رحت اتجوزت عليكي، انا يا دوب يعني بقضي وقتي كده واتبسط لي شويه، يعني اصل انتي بقى الولاد واخدين وقتك، ولا مش مخليه بالك مني، ولا تخنتي شويه بعد الجواز، ولا بتنامي كتير، ولا بتشتغلي مش واخده بالك من البيت، او ايا كان بقى اسبابه، اللي كل واحد بيشوف ان هي اسباب مقنعه جدا في وجهه نظره. هي الفكره بقى ان الاختيارات قدام الست اللي اتخانت بتبقى اختيارات محدده جدا. يا اما تعرف وتضطر تسكت علشان البيت يفضل قائم، علشان ولادها يفضلوا متربيين بين اب وام، او لان هي ملهاش مصدر دخل تاني فمضطرة تقعد مع الراجل اللي هي عارفة ان هو يعرف ستات عليها، وده طبعا بيكسر انوثتها وبيكسر كرامتها. يا اما ان هي هتواجهه، ولو واجهته برضو ده بيحطها قدام اختيارات محددة. يا اما هيبقى بيخونها بكل بجاحة، لان انتي عرفتي وما عملتيش حاجة، فخلاص انا هخونك براحتي بعد كده. يعني هتبقي عارفة وخلاص، انا عارف اخرك، انا عارف انتي جبتي خلاص هتعملي ايه، يعني ما انتي عرفتي وقاعدة،
فخلاص انا هخونك بقى، وبصي اعلى ما في خيرك اركبي زي ما بيتقال كده. يا اما هتروح تهد البيت، وطبعا علشان تهد البيت فهي هتقابل بقى يعني تحديات، وهتقابل يعني كل مرحلة هتخش في مرحلة أصعب. أصل هو مش عايز يطلق، أصل هو مش عايز يصرف على الولاد، أصل أهلها مش عايزين يشيلوها، أصل مش عارف الشقة من حق الزوجة، أصل الشقة معرفش إيه، أصل هو هيحرمها من الولاد، أصل هي هتضطر تشتغل، أصل هي هتضطر معرفش إيه، أصل هي هتبقى مطمع لكتير من الرجالة الحلوين اللي بياخدوا الست المطلقة دي إن هي حق مكتسب لأي راجل معدي بما إن هي مطلقة يعني. ودي هنبقى نتكلم ان شاء الله عنها في حلقة تانية. لكن الفكرة في الاخر ان الخيانة لا تجوز بأي شكل من الاشكال، لان هي بتحسس الست ان هي فيها حاجة غلط، فيها حاجة ناقصة. يعني انا كست ايه اللي ناقص او ما لقيتوش عندي علشان تروح تدور عليه بره؟ يعني ما اطلبوا ان هي تغير في شكلها، اطلب ان هي تغير في طريقتها معاك، اطلب ان هي تديك اهتمام اكتر، اطلب اللي انت بتدور عليه بره، اطلبه من الست اللي معاك. بس ما تهدش بيتك، فكر في ولادك، فكر في الحياة اللي انت بنيتها واكيد تعبت عليها زي ما هي تعبت عليها. طب ليه احنا بنحاسب الست اللي بتخون؟ اه طبعا هو انا ما بديش حق للست ان هي تخون خالص، الخيانة مرفوضة تماما سواء من راجل او من ست. لكن في مجتمعنا الشرقي الست اللي بتخون دي يعني يكاد يكون بيقام عليها الحد. ولكن انا بقول ان المجتمع بيفرض على الراجل والست قوانين مختلفة، بيدي الراجل والست حقوق مختلفة. يعني الراجل يخون براحته، الراجل يعدد براحته، الراجل يعمل اللي هو عايزه براحته. الست لا، الست هي اللي مطلوب منها ان هي تخلي بالها من البيت والولاد وتكون كير عليهم اكتر من الراجل. طب انت كراجل انت ليه ما تفكرش في مصلحة الولاد؟ ليه ما قبل ما تفكر ان انت تخون ليه ما تقولش مثلا الولاد لو مامتهم عرفت او لو الست عرفت او لو مراتي عرفت دي هتهد البيت هتهد الدنيا؟ ليه ما تفكرش في كده؟ فتخاف على مصلحة الولاد زي ما بيتقال للست اللي عرفت ان جوزها خانها معلش عدي، اصلها نزوة، اصلها غلطة، عدي عشان خاطر ولادك. ليه ما بيتقالش كده للراجل؟ طب يعني انتوا كده شايفين ان دي حاجة فير مثلا كرجالة؟ انت كراجل حاسس ان الموضوع لطيف وحلو وانت كده مبسوط؟ طب استفدت ايه يعني؟ مريت بايه؟ طبعا انا مش هتكلم عن الجوازة التانية، الجوازة التانية اللي بتجيب الست الارض بقى تماما. يعني انا مش هتكلم من ناحية الشرع والدين خالص، لان الشرع والدين حللوها من وجهة نظر تانية خالص انا مش هتكلم فيها. ربنا اكيد اعلم مننا بكتير وليه حكمة في كل حاجة، وليه الحكمة دي بتكون يعني مسببة من الله أعلم بقى ايه أسبابها، وكل حاجة بيكون ليها يعني عشان ندور ونسأل شيوخ. فاحنا المفروض الموضوع هياخد مننا وقت طويل، ودي مش مشكلتنا خالص، ولا هي حاجة هنتطرق ليها بأي شكل من الأشكال. أنا بتكلم في إن أنت كراجل هتروح تتجوز واحدة تانية. طب الدين بيقولك قبل ما تتجوز واحدة تانية لازم تاخد رأي مراتك، لازم تاخد موافقة مراتك. وعلى فكرة دي حاجة بقت في القانون بتاعنا دلوقتي، انت علشان تروح تتجوز لازم تاخد موافقة الزوجة الأولى. فانت عارف بقى انت عملت ايه في الزوجة الأولى دلوقتي؟ انت حسستها ان هي ولا حاجة، ان هي سابت بيتها، سابت أهلها، سابت الحياة الجميلة اللي أبوها وأمها وعيلتها كانوا موفرينها لها علشان تيجي في بيتك وتعمل كل حاجة تقدر عليها وتسعدك. فانت تروح جاي كسرها كده بكل سهولة علشان ما لقيتش كذا وكذا وكذا، ومن غير حتى ما تتكلم معاها ولا تحاول تصلح اي حاجة، فتروح رايح جاري متجوز واحدة تانية عليها. طب وبعدين عملنا ايه بعد كده؟ كسرنا واحدة، طلعنا اطفال عندهم مشكلة. انا في مرة بمناسبة الجوازة التانية دي قريت مشكلة، والحقيقة هي كانت
يعني مستفزة جدا بالنسبة لي. واحدة كاتبة مشكلة طبعا على جروب من الجروبات النسائية يعني. واحدة كاتبة بتقول يا جماعة، أنا متجوزة ومخلفة، وجوزي عرف واحدة وهو جه اعترف لها، قال لها أنا عرفت واحدة عليكي وحبيتها، وهي مش مقصرة في أي حاجة. هو بيعترف لها، هي بتحكي كده بالظبط، انتي مش مقصرة في أي حاجة خالص، بالعكس انتي واخدة بالك مني وواخدة بالك من البيت واخدة بالك من الولاد، بس هعمل ايه، أنا حبيتها. هي تقريبا حاجة زي زميلته في الشغل أو بيشتغلوا مع بعض بطريقة ما يعني، فأنا حبيتها، أعمل ايه، فمضطر ان انا اروح اتجوزها. فالست منزلة البوست وبتسأل بتقول انا مش متقبلة ده ابدا، كرامتي وجعاني قوي، بس انا بحبه، اعمل ايه عشان اتقبل الموضوع. تتقبلي ايه حضرتك؟ تعملي كده في نفسك ليه اصلا؟ واحد جاي يقولك انا حبيت واحدة عليكي، حبيت واحدة وانتي بعظمة لسانه بيقول ان انتي مش مقصرة معاه خالص، لا مقصرة معاه ولا مقصرة مع بيته ولا مقصرة مع اولاده. طب انت حضرتك يعني رايح تشتغل ولا رايح تحب؟ يعني الموضوع مش لوجيك خالص يعني يا جماعة. اظن ما فيش حاجة تدي لحد حق ان هو يروح بكل بساطة كده، يروح عادي جدا يعني بالنسبة له مشاعر الست دي ولا كأنها موجودة. وانتي كست هتروحي عادي جدا برضو، لا يا حبيبي اتفضل حضرتك روح اتجوز، اصل انت يا حرام الحب ده مش بايدك، فاتفضل حضرتك روح اتجوز بقى وبقى قسم الايام ما بيننا. طب ليه؟ طب ما هو احنا بنعمل في نفسنا كده ونرجع في الاخر نقول هي الرجاله بتعمل فينا كده ليه؟ ما هو طبعا لما واحده هتعمل كده وهتقبل الوضع ده اللي هو وضع مش سوي تماما، فالباقيين هيعملوا ايه؟ ما هو طبيعي احنا اللي هنبقى، او الستات اللي مش متقبله الوضع ده هي اللي هتبقى عندها مشكله، لان في ستات غيرك تقبلت. لا حضرتك، الرجاله اللي بيعملوا كده هم اللي مش طبيعيين، مش الستات اللي متقبله هي اللي مش طبيعيه، ولا الستات الغير متقبله هي اللي مش طبيعيه. هو الفكره ان انا عندي مشكله ما، يا هنحاول نحلها سوا يا اما هنوصل لحل وسط. انما ان حضرتك كراجل تبقى مختار واحده بكامل ارادتك وانت بتتجوز وانت بتكتب كتابك عليها قايل على ان اراعي حدود الله علشان تتعامل معاها، هي حدود الله وتتقي ربنا فيها، ان انت تتقي ربنا في مشاعرها وتتقي ربنا في عيشتها، تاخد بالك منها، تعيشها عيشة زي اللي ابوها واهلها كانوا معيشينها لها، مش تكسرها وتقعدها في البيت زي الفازة وتروح تتجوز عليها وتحب عليها. لا حضرتك، هو الطبيعي ان انت تاخد بالك منها وتكون سكن ليها وتكون احتواء ليها، لا انت تروح تبص بره ولا هي كمان تروح تبص بره. زي ما هي بتتقي ربنا فيك حضرتك تتقي ربنا فيها، لان ده دورك. تمام. اظن الموضوع ده يعني ممكن ياخد مننا وقت طويل قوي علشان نتكلم فيه، فكفايه قوي علينا كده النهارده. اكتبوا لي انتوا في الكومنتات بقى، شاركوني برأيكم، ولو عندكم تجارب احكوها لنا، ولو حابين ان احنا نتكلم في الموضوع تاني من وجهة نظر اخرى يا ريت تطلبوا مننا. واكيد علشان تتابعوا البرنامج بتاعنا هتلاقوا اللينكات مكتوبة في البوست بتاعنا. اكتبوا لنا وشاركونا وخليكم دايما معانا في قعدتنا، هتتبسطوا معانا دايما. كنت معاكم نرمين محي الدين في قعدة صحاب.